اذكر ايام القتال وانتم بتقاتلوا هنا في بورسعيد، لم تتخاذلوا ولم تتهاونوا في حقكم ولا حق بلدكم، ولكن كل فرد من ابناء هذه البلد حمل السلاح ليقاتل. وانا على ثقة ايها الاخوة ان هذا العمل الكبير اللي عملتوه في سنة 56 هو اللي فتح لنا طريق بناء المجتمع الجديد. دنيا جديدة من نبض حياتك، من صوت التاريخ يا مصر تقدر تعرف ذاتك، وهبت للدنيا دنيا جديدة من نبض حياتك. وقت ما كان لسه العالم بيعيش تاني في الغابة، مصر كانت دولة ولها راية أعلى سحابة. هذا الشعب في بورسعيد كافح سنة 56 من أجل تحقيق الأهداف اللي بنعمل على إرسائها الآن. هذا الشعب استشهد وقدم الشهداء والدماء في سنة 56 ولم يبخل بالشهداء ولم يبخل بالدماء. لم يخاف، لم ترهبه القوى الغاشمة، لم ترهبوا الاساطيل ولم ترهبوا الطائرات، لم ترهبوا الدول الكبرى، لم ترهبوا بريطانيا ولا فرنسا ولا اسرائيل. اعطيتم العالم كله ايها الاخوة هذا المثل، وقدمتم الشهداء حتى يستطيع هذا الوطن ان يعيش حياة حرة كريمة. والشعب اللي امبارح جاب النصر بأعظم صورة، بالعلم وبالحب مجاهد بالخطوة المنصورة. واذكر شعب بورسعيد الذي كان يمثل الأمة المصرية في هذا الوقت، شعب بورسعيد، وكيف كانت شعارات الحرية ترتفع في كل مكان، وكيف أعلنها في هذا اليوم أنه لن يمكن أي علم أجنبي من أن يرتفع فوق ربوع هذه الأمة وفي أجواء هذه الأمة. ثم كيف وفى بوعده ووفى بعهده بعد ذلك حينما تصدت لنا بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، فهب ليقاتل حتى استطاع أن ينتصر. نذكر الشهداء الأبرار الذين بذلوا دماءهم وبذلوا أرواحهم من أجل أن نحيا، والذين ضحوا بأنفسهم.
ومن